طيب لو مجال شغلك في تصميم المواقع او اليو اي يو اكس، فاكيد سمعت عن اداه ستيتش الجديده من جوجل، وبالرغم من انها لسه نسخه بيتا ومجانيه وبيجربوها، الا انها بتطلع نتائج جامده جدا اذا كان في الويب او في الموبايل. وده بيخلي في السنين الجايه مجال اليو اي في خطر لو انت شخص عادي او بدائي، لان انت هنا مش هتكون بتنافس ناس عاديه زيك او بشر عاديين، لا انت هنا هتكون بتنافس الاي اي والبشر العاديه اللي زيك. فلازم طول الوقت تشتغل على نفسك وتتطور ان انت تعمل شغل احترافي بديل الشغل العادي اللي انت بتعمله. لان انت يعني هو ليه حد يجي يكلمك تعمل شغل عادي؟ ما هو يكلم الاي اي او يستعين بالاي اي وهو هيعمله له. وما تستهونش دايما بفكره السنين الجايه لما حد بيتكلم عن حاجه في الاي اي، ان انت يعني شات جي بي تي والتطور اللي حصل ده كله وهو كان من سنتين بس، فشوف خلال السنتين دول حصل ايه، فما بالك بقى خلال السنين الجايه ايه اللي ممكن يحصل. فهنشوف دلوقتي سوا ونجرب هل الاداه دي فعلا بتمثل خطر على الناس اللي بتشتغل في مجال تصميم المواقع او التطبيقات. فهنجرب سوا دلوقتي اكتر من فكره سواء كانت للمواقع او الابلكيشنز. هنبدا معاكم كده خطوه بخطوه. هنفتح المتصفح وهنعمل سيرش عن ستيتش جوجل. هو اول اختيار هنا هو من غير بقى اي في بي ان او اي حاجه، فاتح في مصر عادي جدا وفي كل الدول العربيه. لما نفتحه هتكون هي دي الواجهه بتاعته. عندك هنا واجهه بسيطه جدا يعني اي حد هيقدر يفهمها. عندك هنا اهو دون الاوبشن بتاع الموبايل ودون بتاع الويب، يعني ده تصميمات للويب ودي تصميمات للموبايل. وعندك هنا برضو حاجتين للستاندرد مود والاكسبيرمنتال مود. دون اللي هو التاني دون بيشتغل بجيميناي 2.5 برو. اما الاول دون يعني اللي هو ايه، الاول دون بسرعه هيديك حاجه بسرعه كده، لكن اللي تحت على قد الديزاين اللي هو هيعمله لك انت هتشوفه وتاخد الكود، لكن مش هتقدر يعني اللي هو تعدل في حاجه او تاخده الفيجما او اي حاجه من الحاجات دي. واحنا هنجرب ونشوف دلوقتي. انا دلوقتي عايز اعمل حاجه يعني بسيطه، يعني عايز كده لما ادخل يعني كاني حد بسيط جدا، مستخدم بسيط ما اعرفش اي حاجه او ما عنديش خبره في البرمجه او اي حاجه. فهقول مثلا اللي انا عايز اعمل موقع للساعات، فاكتب له برومت بسيط جدا من غير اي اي من غير اي حاجه، وهنجرب نشوف لو يعني النتيجه ما كانتش مظبوطه. نجرب نروح لشات جي بي تي يدينا هو برومت، نقول له احنا عايزين نعمل ايه، وناخد البرومت بتاع شات جي بي تي ونيجي نديله ونشوف الفرق بين النتيجتين. الاول هجرب مثلا انا عايز اعمل موقع ابيع عليه ساعات، فاعمل كرييت ويب سايت وهنعمل جنريت. اول حاجه نجرب الويب وننتظر نشوف. احنا هنا اخترنا الستاندرد مود، وهنا يعني بيظهر لك هنا اعتقد يعني زي شات بسيط كده بيقول لك ايه الحاجات اللي هو هيعملها في الموقع، ولو انت عايز تضيف عليها اي حاجه بتظهر هنا في الشمال. وهنا اهو النتيجه اللي خرجت، وبصراحه نتيجه يعني ده موقع بسيط جدا. وهنا هي الحاجات اللي هو عملها في الموقع. لو عايز اضيف اي حاجه هضيف له هنا يعمل ايه في الموقع، لكن انا اتفقت معاكم ان احنا هندي برومت بسيط، برومت لحد عادي جدا داخل يكتب برومت سهل وعايز يشوف النتيجه. فهي دي النتيجه. والنتيجه يعني بالنسبه لده موقع لسه بيتا او لسه اول سنه ليه او لسه خارج اصلا اول شهر ليه، فدي نتيجه ممتازه جدا. شكل الايكون، شكل يعني شكل الصفحه والصور يعني شكلها رايق. يعني انا عايزك بس تتخيل ان انت داخل على ويب سايت بيبيع ساعات ولقيت ده قدامك. فده حقيقي يعني ده حد حقيقي عامل ويب سايت، وويب سايت جامد كمان مش ويب سايت عادي. طبعا هو ده مش يعني الكود اهو اكيد هتحط عليه تعديلات، هتحط عليه حاجات، ولكن ده زي ما قلت لكم ده يعني مجرد تصميم. وهنا اهو الكود لو انت او عايز تاخد الحاجه وتوديها على فيجما وتروح تكملها هناك بقى وتعدل عليها وتعمل كل الحاجات اللي شغالين في المجال ده بيعملوها. طيب انا ما اكذبش عليكم، انا حاسس ان ممكن يكون في نتيجه احسن من كده شويه. فنروح لشات جي بي تي ونقول له ان هو يدينا برومت نديه للموقع، وان هو يدينا يعني يعمل لنا ويب سايت ساعات كده يكون مثلا في الاسعار، في خانه اقدر اشتري الحاجات دي، ونشوف مع بعض النتيجه هتكون عامله ازاي. طيب انا كتبت لشات جي بي تي ونشوف البرومت اللي هو هيديهولنا. يعني انا برضو طلبت منه ان هو يديني برومت بسيط مش برومت معقد، اصل شات جي بي تي ممكن بقى يقعد يضيف تفاصيل زياده ممكن اصلا الموقع ما يقدرش يعملها. فاحنا هناخد اهو البرومت وهناخده كوبي وهنروح هنا وندخل من اول وجديد خالص وهنحط البرومت ونعمل جنريت ونستنى نشوف النتيجه هل هتكون نفس. يعني انا حاسس ان الموقع اللي فات تصميمه كويس، ولكن تحس ان هو سيمبل قوي او بسيط قوي. حاسس ان في تفاصيل ممكن تكون زياده اكتر او تفاصيل احسن ممكن تتحط الموقع يقدر يحطها، ممكن عشان البرومت بتاعنا كان يعني سهل او كان بسيط فهو يعني ما اهتمش انه يحطها. فنشوف النتيجه دلوقتي هتكون عامله ازاي. ودي كانت النتيجه بالبرومت اللي احنا بعتناه بشات جي بي تي، وهو هنا هو كاتب لي الحاجات اللي هو عملها في الموقع. لو شفنا اول بيج يعني هنا في هنا اهو حاجات اللي هو زي الايه الريفيوز بتاعه العملاء اللي اشترت الساعات قبل كده. فدي برضو حاجه جامده ما كانتش موجوده في الويب سايت اللي فات. انا شايف فعلا يعني هو حتى هنا اهو 3 صفحات، انما اللي فات كان صفحه واحده طبعا عشان بسبب البرومت اللي شات جي بي تي اداهولنا. فبرضو هنا اهو حاطط لك هنا الساعه تحتيها هنا زي المواصفات بتاعتها، وعندها برضو هنا التقييمات بتاعت العملاء اللي اشترت نفس الساعه دي، وعندك هنا اهو السعر لو انت عايز تحطها اد تو كارت. فلا يعني الموضوع مختلف، الموضوع جامد. عندك برضو
برضو هنا اهو اخر صفحه عندك برضو جت فوق اهي النيو ارايفل، الحاجات اللي جايه جديد، عندك الرجالي السيدات، عندك برضو هنا اسعار اهي، وعندك برضو هنا اللي عايز تعمل شيك اوت. الموضوع اختلف عن البرومت اللي فات. طيب احنا هم قالوا ان في تعديل، لو عايزين بقى نعمل تعديلات عندك هنا ايد سيم، عندك لايت وعندك دارك. لو جربنا الدارك نشوف النتيجه، وظهرت هنا معانا اهو نتيجه الدارك مود، يعني مفيش اي اخطاء في الوان او اي حاجه. يعني مثلا ممكن نعمل دارك مود كان في الوان اسود في الديزاين اللي فات تختلف مع بعض او كده، لا مفيش اي اخطاء مفيش اي حاجه. طبعا هو ما خدش كل الوقت ده، انا بس غلطت وخرجت فعملت الموضوع من اول وجديد. طبعا برضو تقدر تيجي تعمل هنا اديت على اللي هو الكورنر شكله عامل ازاي، شكل الالوان، القدر المستخدم، برضو هنا الفونتس تقدر تغير ما بينهم وتجرب انت بقى تقعد تلعب مع نفسك، يعني تقعد بقى تجرب الحاجات دي وتشوف النتيجه. ولكن المهم للمبرمجين في الموضوع ده كله هنا اللي هو انت تقدر تاخد الموضوع لفيجما وتكمل عليه، او انك تاخد الكود وتشتغل بقى او تكمل على فيجوال ستوديو او اي حاجه انت بتستخدمها. طيب احنا جربنا الستاندرد مود، عايزين نجرب بقى الاكسبيرمنتال مود بنفس اللي هو البرومت اللي احنا اخدينه من شات جي بي تي، ونبعته له كده نشوف النتيجه هتكون عامله ازاي. برده هنا في الاكسبيرمنتال تقدر هنا تدي صوره عن رسمه او تخيل لحاجه او لويب سايت انت عايزه وهو بيعمله لك. طبعا دي حاجه جامده جدا، ممكن برده تعمل سكرين لاي ويب سايت انت عايزه وهو هيعمله لك. فبرده احنا نيجي هنا ناخد تاني البرومت كوبي ونبعته له ونشوف هنا مع الاكسبيرمنتال هل هتكون النتيجه هي ولا هيكون في اختلاف. واخيرا ظهرت النتيجه، وعلى فكره هو اخذ وقت كتير جدا عكس المود اللي فات، ولكن النتيجه هنا مختلفه شويه، تحس الموضوع في حته احترافيه بسيطه عكس المره اللي فاتت. يعني بص هنا الحاجات دي ما اعتقدش كانت موجوده في البيج اللي فاتت، فهي هنا بقت موجوده. وبرده هنا الشكل دون اعتقد كان هو زي ما هو، بس يعني الحته اللي فوق دي برده الكلاسيك والسعر اللي هو موجود هنا والحاجات دي ما كانتش موجوده اعتقد في الصفحه اللي كنا بنشوفها المره اللي فاتت او في المود اللي فات. عندك برده هنا نفس الحاجات اللي هو الكاستمر ريفيوز، وعندك برده ساعات هنا تحت هيبقى اسعار، برده ما اعتقدش ان دي كانت موجوده، ان الاسعار كانت موجوده تحت، يعني تحت الساعه صورتها والاسم والسعر ما اعتقدش كانت موجوده في المود اللي فات. وعندك برده هنا الصفحه الاخيره لا دي مختلفه، ويعني دي شكلها اشيك او حقيقي اكتر في المواقع اللي احنا بنستخدمها وبنشتري منها كل يوم. عندك هنا شكل السله وانك بتضيف منتجات وشكل التشيك اوت، فلا دي شكلها حقيقي اكتر. وبرده هنا نفس الكلام تقدر تاخد الكود كوبي وتعدل فيه انت في فيجوال ستوديو، ولكن ما تقدرش تاخده كوبي في فيجما، ولا برده تقدر هنا مقفول انك انت اصلا تقدر تعدل عليه او تعمل فيه اي حاجه. فلو هنقارن النتيجه بين المود ده والمود اللي فات، انا شايف ان المود ده احسن سنه بسيطه، يعني تحس اللي هو حقيقي او بريميوم شويه عكس المود اللي فات. ولكن انتوا اكيد شفتوا المود اللي فات وشفتوا ده، فانتوا تحكموا بنفسكم. عايزين برده نجرب نعمل ابلكيشن كده بسيط، فهنروح برده لشات جي بي تي، مش هنجرب نعمل احنا بنفسنا لان النتيجه ما بتكونش احسن حاجه. هنجرب مثلا ابلكيشن اللي هو اخبار رياضيه مثلا. طبعا انا قلت له اعمل لي اللي هو زي ابلكيشن اللي فيه اخبار رياضيه ومواعيد الماتشات او كده، فهناخد برده برومت وهنروح وهنرجع نفتح الصفحه الاولى ونختار من هنا موبايل، وهنجرب اول حاجه اللي هو الستاندرد اللي هو السريع، وهندي البرومت وهنشوف النتيجه سوا هتكون عامله ازاي. طيب ودي النتيجه اللي ظهرت معانا، ولكن هو ممكن ما يكونش فاهم الموضوع شويه. نشوف هنا هو اصلا كتب له ايه، ديزاين سبورتس نيوز اند ماتشز، هو ما كتبش اللي هو فوتبول، هو عامه جاب اخبار رياضيه، يعني عامه بقى يعني اخبار رياضه في باسكت بول او تنس او كوره، احنا ما حددناش. وبرده هنا اهو الماتشات المواعيد بتاعتها، هنفترض ان انت هتاخد الكود ده وهتعدل عليه بقى، انت تحط بقى هنا الحاجات اللي انت نفسك فيها. الفكره المهم اهم حاجه الفكره عامله ازاي. عندك برده هنا اهو بروفايل نيوز لو عايز تروح لصفحه الاخبار، بس ما اعرفش ليه هو ما عمليش صفحه ثانيه اللي هو مثلا انا لو رحت الاخبار هيكون شكلها عامل ازاي. عندك برده السكورز، عندك الحاجات دي. فيعني انا عايزك بس وانت بتشوف يعني تفكر ان دون حاجه لسه بيتا، حاجه لسه اول شهر ليها. يعني برده عندك هنا احنا دلوقتي اهو نقدر برده نعمل ايديت نفس الكلام عشان احنا في ستاندرد مود على الخطوط، وتقدر تعمل دارك وتغير الايكون وشكل الالوان والحاجات دي كلها. انا عايزك بقى تتخيل بعد سنه مثلا اللي هو الاكسبيرمنتال مود هيبقى عادي تقدر تستخدمه وهتقدر تعمل فيه ايديت وهتقدر تاخده الفيجما. انت شويه بشويه الموضوع بيتطور وشويه بشويه الموضوع بيروح. يعني شوف شكل الايكونز هنا، شكل علامه السيتنج، شكل الحاجات هنا، الحاجات كانها ابلكيشن، كان الموضوع ابلكيشن حقيقي. فطبعا ده لما يقع في ايد حد فاهم، حد هو فاهم في الشغلانه او عارف هو بيعمل ايه، فده هيساعده جدا. انت هنا بقى بتقدر تكتب له الحاجات اللي انت عايزها، تقدر تعمل له ديسكرايب، تقدر بقى توصف له الحاجات اللي انت عايزها بالظبط. فهو هيساعدك جدا لو انت حد فاهم وانت حد عندك الاساسيات وحد عارف انت بتعمل ايه. لكن انت حد على الله خالص، انا مثلا انا واحد مش داخل في مجال اليو اي اكس ديزاين، لا سواء في موبايل او في ويب او في الحاجات دي، فانا ما اعرفش. انا دلوقتي بكتب اهو قدامكم برومتس، هل انا اعرف استخدم الكود دون؟ انا فاهم يعني، انا عن نفسي مش اصلا في الكودينج خالص، لكن انا فاهم يعني شويه اتش تي ام ال، شويه سي اس اس بسيط كده. فانا فاهم الكود دون بيقول ايه، يعني انا فاهم الكود دون ديف دي معناها ايه، كلاس دي معناها ايه، لكن ايه الحاجات اللي جوه انا ما اعرفهاش. انا كمستخدم عادي لما ادخل انا
انا مفيش مني قلق، مفيش من قلق من اي مستخدم عادي ان هو هيدخل هيقدر يعمل ويب سايت بنفسه او هيقدر يعمل ابلكيشن لنفسه. مش هيقدر يعمل كده، مستحيل حد ما يعرفش برمجه يقدر ياخد الكود اللي هنا او يقدر يستفيد بالصفحه دي باي حاجه، او مجرد بس هيشوفها زي ما انا بشوفها كده ويتبهر ان في حاجه بتتعمل كده من غير اي مجهود. لكن هو يستفيد بيها او ياخدها او تبقى حاجه على ارض الواقع حقيقيه يستفيد بيها او يكسب من وراها فلوس، طبعا ده مش هيحصل. وممكن يحصل ولكن يعني انا شايف او من وجهه نظري ان ده لسه قدامه، لسه بدري قوي. يعني لسه اي اللي ممكن يعمل لك مثلا داتابيز وممكن يربط لك السيرفرات ببعض والريكوست والاسم، يعني الموضوع لسه محتاج وقت طويل. ولكن النتيجه كتصميم وكشكل خارجي وبالنسبه لدي لسه نسخه بيتا، ده حاجه انا متوقع بعد سنه الويب سايت او التول دي هتكون في حته ثانيه. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. وهفضل اقولها في كل مره ان الذكاء الاصطناعي مش هياخد رزقنا او هياخد مكاننا، لان طبعا ربنا اللي بيرزق، لكن هو هياخد مكان الناس العاديه، الناس اللي بتعمل الحاجات العاديه اللي الاي اي بيعملها بسهوله. فانا ليه ممكن اروح اجيبك تعمل لي حاجه انا اقدر اعملها من غير اي فلوس او من غير ما ادفع لك اي حاجه؟ فدايما الكلام على الاي اي ما يخوفكش، لا هو يخليك تحاول تطور من نفسك اكتر. طبعا بقى مش هوصيك لايكاتك وسبسكرايب، الكومنتات، رايك في الفيديو، وان شاء الله فيديوهات جايه كتير عن الموبايلات وعن الاي اي. والفيديوهات القصيره هتلاقيها على تيك توك وانستجرام، واي حاجه تقف معاك او اي مشكله ابعت لي على انستجرام وهنحلها سوا. كان معاكم الهرم وبس كده.